محب ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. النهارده هنسمع صوت مع بعض، عيب شهير، عطل موجود دايما في الغسالات الاوتوماتيك، علاجه رخم شويه، ولكن اللي يعرف تفاصيله واللي يعرف التكنيك بتاعه بيتعمل ازاي بيبقى الموضوع سهل جدا. لو جربنا دلوقتي نسمع صوت العصر بتاع الغساله ديت، نسمع كده صوت. سامعين الدربكه دي يا جماعه؟ ده كده احتكاك رسمي، مش هنكمل بس عشان ما نقصرش على الاكس. لو لاحظنا الصوت ده كده صوت رمان بيلي واضح جدا، الرمان بيلي اللي ماسك الحله الخلفيه. هنشوف دلوقتي مع بعض الطريقه السهله والصحيحه اللي ما بتاخدش وقت معانا خالص، ازاي ان احنا سريعا نغير رمان البيلي، ونعرف ايه الفنيات وايه الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها واحنا بنغير رمان بيلي اي غساله اوتوماتيك. خليكم معانا. هنفك المسمارين دول، وبعدين هنفك الثلاث مسامير اللي في الخلف دول، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما فكينا الوش هنيجي هنا المسمار ال 13 دوت، نفك المسمار حاجه بسيطه خالص، وهنيجي نمسك الطنبوره دي نشدها شده لبره، واحنا بنشد الشده دي لبره هندق دقه بسيطه خالص على المسمار، نخلي المسمار مربوط شويه عشان نضمن ان السن بتاعه ما يحصلش فيه اي مشكله. دقه بسيطه خالص طلعت معانا بالشكل الجميل دوت. وهنيجي هنا نخلي المسمار مفكوك سنتين بالظبط بس مفيش غيرهم، ونشد دي شده لبره، وندي دقه واحده بس تكون دقه بشكل عمودي كده. كده طلعت بكل سهوله، طلعت خلاص معانا بكل سهوله. بيبقى فيه 3 مسامير 13، ادي 1 2 والتالت فوق. بنفس الطريقه هنفك الصواميل دي، وهنبتدي نطلع الصليبه دي كلها مع بعض. نيجي هنا كده ارصف ايدينا كده برضو بشكل مستقيم، بتريح يا جماعه لما تطلع بالصليبه بشكل مستقيم تطلع معانا بكل سهوله. نخلي بالنا احنا بنطلع الصليبه عشان ما نقطعش اي اسلاك في محيط الحله. بنشيل دون اللي هو منع التراب او منع تسريب الميه، نبتدي ننضف هنا كده، وبنطلع الألسيد دون. الألسيد متاكل يا جماعه، بصوا المنظر، الصدى ده كله ده هو اللي عامل التسريب بتاع الميه، ده السبب الرئيسي في مشكله رمان البيلي الخاص بالغسالة. وادي البيلي اللي جوه اللي كانت عامله الاهتزاز اللي سايبه، اللي مخليه الحله بتتحرك كلها يمين وشمال وبتعمل الصوت الصعب اللي كنا بنسمعه. بنجيب اي ماسوره رفيعه تبتدي تطلع البيلي هنا، نتاكد ان احنا ماشيين صح، تبتدي تطلع حاجات بسيطه معانا. ادي البليه طلعت والألسيد طلع زي ما حضراتكم شايفين، وهنطلع الناحيه التانيه بنفس الطريقه بالشكل ده. يبقى دي كده البليتين الخاصين بالغساله. بنجيب صنفره ونبتدي ننضف الجزء العلوي دون عشان نضمن انه يساعد في عدم وجود اي تسريب ميه. هنعمل حاجه بسيطه يا جماعه، هنجيب حته شحم صغيره ونحطها في الجزء الداخلي ده خالص. الناس هتقول لي ليه بنحط الشحم ده؟ لو السخونه زادت عن الحد اللازم بيبتدي الشحم ده يطلع بخاره بسيطه، بتبتدي تزيت رمان البيلي من تاني. وبنجيب رمان البيلي نبتدي ننزله برده، لازم يا جماعه يكون بشكل مستقيم. والملحوظه المهمه جدا في تركيب رمان البيلي، ما ينفعش ان انا اجيب شاكوش او مطرقه وابتدي ادق على الجزء الداخلي من البيلي. لو انا دقيت هنا خلاص البيلي دي باظت، لازم اطلع صوت خشونه. يبقى لازم اكون حريص جدا وانا بركب اي بيل، دقه خفيفه خالص على الاطار الخارجي. لو البليه نازله مستقيمه هتنزل بكل سهوله. كده نزلت وارتاحت تمام من غير اي مشاكل. هنيجي الناحيه الثانيه وهنعمل نفس الكلام. حته فنيه بسيطه يا جماعه في تركيب الألسيد نفسه. هنيجي هنا على السوسته دي، لو حضراتكم شايفين السوسته الصغيره دي عشان نخليها عمرها يبقى طويل شويه بنديها حته شحم صغيره علشان نعمل زي عازل يمنع الصدى ويخلي السوسته دي يبقى شاده شويه وتفضل عمرها اطول واطول. وبنجيب الألسيد ونبتدي نركب هنا. طبعا ده يا جماعه يفضل ان احنا ما نعملش اي دقه عليه بشاكوش او بآلة حاده، احنا بس كده هيبقى مرتاح، هينزل بايدينا مرتاح جدا بدون اي دق نهائي. اتاكدنا هنا ان نزل المستوى بتاعه، المستوى الصحيح بتاعه كده، احنا ماشيين تمام.
نعمل حاجه تاني وقائيه برضو، ان احنا برضو بنجيب حته شحم صغيره خالص وبنبتدي نقفل بيها الجزء ده كده. الشحم يا جماعه التساؤل هيبقى عند حضراتكم دلوقتي، الشحم ما يمنعش تسريب ميه، طبعا كلام حضراتكم صح، ولكن الشحم هيسمح للجلده اللي خاصه بالتراب دي انها ترتاح يمين سنه او شمال سنه لغايه ما تبات في المكان الصح بتاعها، من غير ما يحصل فيها قطع، او من غير بلغه الصناعيه من غير ما تتقرض. كده الجزء بتاع الصليبه كده جاهز وخلاص على التركيب ان شاء الله. نيجي في الجزء الخاص بالاكس بتاع الحله، نضفنا هنا تماما وبصنفره ناعمه اتاكدنا ان فيه نعومه محترمه عند الجزء العلوي اللي هو النحاس اللي بيلف عليه الألسيد، عشان ده لو فيه اي مشكله هيحصل تسريب ورمان البلي اللي ركبناه هيبوظ ومش هيكمل حاجه معانا. بعد ما نضفنا بنجيب حته شحم بسيطه او نقطه زيت حسب ما عندنا، وبنبتدي نعمل عمليه تزييت او تشحيم علشان تسهل معانا عمليه التركيب مش اكتر. اتاكدنا كمان ان الجزء اللي في الحله الخارجيه ده نضيف تماما، ما عليهوش اي بقايا لزق او بقايا اي رواسب، عشان لما نيجي نركب ما يحصلش اي تسريب للميه. بنجيب الصليبه بندخل بالجزء ده العلوي لفوق، ونخلي بالنا ما نجيش في اي اسلاك، والجزء الثاني اللي تحتيه، وبعدين بنبتدي نركب الاكس سنه واحده صغيره كده. نتاكد ان احنا ماشيين بشكل عمودي عشان ما نبوظش الألسيد، وعلشان رمان البليه كمان ما يحصلش فيه اي مشكله. كده داخله بكل سهوله بكل نعومه. بنسند الحله من الداخل سنده بسيطه خالص، ونبتدي نكمل عمليه التركيب. دقه بسيطه خالص، وبنعمل حركه فنيه بسيطه يا جماعه بتساعدنا جدا. بنركب المسمار ده بمثابه زرجينه عشان هو اللي هيبتدي يشد الاكس الداخلي. الاكس طلع معانا بالشكل الجميل دوت. هنعمل اي حاجه خالص يا جماعه غير ان احنا هنربط الثلاث صواميل اللي احنا فكيناهم اللي ماسكين الصليبه الالومنيوم. بعد ما ربطنا الثلاث صواميل ال 13 اللي ماسكين الصليبه، بنجيب الطنبوره وبنركبها بنفس الشطف اللي راكب عليها كده. تمام. وبنربط المسمار ال 13. قبل ما نربط نتاكد ان الورديتين اللي فيه راكبين. نفس الطريقه اللي فكينا بيها هنجمع بيها. تمام. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه دي النعومه رجعت الغساله زي الاول، ولما تشتغل هيكون مفيش اي صوت ليها خالص ان شاء الله. بنركب السير وبعدين بنعيد تركيب الوش وتركيب الكفر العلوي، وكده نكون خلصنا. اشكركم جزيلا واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت تتكرم معانا باللايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا.